السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك على المسلمين أجمعين، وربنا يعيده علينا بالخير والبركة يا رب. معاكم دكتور سيف، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. هكلمكم النهاردة عن ازاي تحافظ على صحة أسنانك من خلال برنامج صحتك في رمضان. طبعا زي ما احنا عارفين رمضان شهر القطايف والحلويات والسكريات، فمهم جدا ان احنا نحافظ على أسناننا في الشهر ده، وطبعا بعد شهر رمضان، بس بالذات عشان الشهر ده عشان زي ما قلنا ان هو بيبقى مليان سكريات كتير، والاكل السكريات وكده بيلزق على الاسنان وبيعمل لها تسوس. فمهم جدا غسيل الاسنان، استخدام الفرشه والمعجون وخيط الاسنان والسواك مهمين جدا في رمضان. ووقتهم وقت غسيل الاسنان ممكن مره بعد الفطار ومره بعد السحور، والاحسن ان هي تبقى بعد الاكل بربع ساعه، علشان بعد الاكل الوسط بيبقى حمضي، فلو غسلناها على طول ممكن نعمل تآكل في طبقه المينا بتاعه الاسنان. فنستنى ربع ساعه بعد الاكل ونغسل اسناننا. ولو غسلناها الصبح برضو مفيش مشاكل، الفرشه والمعجون والسواك ما بيفطروش، مفيهمش اي مشاكل. لو هنستخدم مضمضه يفضل ان احنا نخليها بعد الفطار. بالنسبه لفرشه الاسنان، اهم حاجه بس ان هي تبقى ناعمه، ما تبقاش متوسطه او خشنه، عشان لو احنا استخدمنا المتوسطه او الخشنه بصوره دوريه ممكن تعمل تآكل في طبقه الاسنان وانحسار في اللثه وتعمل نزيف، تعمل مشاكل كتير يعني. فيستحسن ان احنا نستخدم فرشه الاسنان ان هي تكون ناعمه، هي موجوده في الصيدليه، موجوده في كل مكان. بالنسبه للمعجون عادي لو استخدمنا اي نوع، ما فيهمش مشاكل، كلهم زي بعض. اهم حاجه ان احنا مثلا لو في معجون مناسب ليك خلاص تمام استخدمه، لكن كلهم ما فيهمش مشكله، هيمنعوا التسوس، ما فيهمش مشاكل خالص. بالنسبه لدكتور الاسنان، المفروض ان هي زياره دوريه كل 6 شهور، لو مشاكلك الصحيه تمام وما عندكش مشاكل في اسنانك زي التهابات او غيره. لكن لو في مشاكل صحيه زي الضغط او السكر او اي حاجه، الاحسن ان احنا نروح لدكتور الاسنان، نعمل تشيك اب كل مثلا 3 شهور او حاجه. وبالنسبه لشغل الاسنان، شغل الاسنان عادي ما بيفطرش في رمضان، مفيش مشكله. وحقن البنج برضو ما بتفطرش في رمضان. وكل عام وانتم بخير، وربنا يعيد علينا بالخير والبركه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.